قررت اذاكر بطريقه النيمونكس الجزء الثاني، وده اللي حصل. امبارح نزلت لك الجزء الاول واتكلمت عن اول طريقه من طرق النيمونكس، والنهارده هكلمك على الطريقه الثانيه وهي تكوين صوره مبالغ فيها لحفظ المعلومه. يعني مثلا قانون زي ده عليا في المنهج الترم ده جيفن، بس انا هنعتبر ان انا محتاج احفظه، فتعالى نشوف نقدر نطبق الطريقه الثانيه ازاي. بدل ما احفظ القانون زي ما هو سي اي في دي جي في 24 على تي اي، انا ممكن اعمل فيلم كده في دماغي. اتخيل ان البسط ده مثلا عماره او بلاطه فاصله بين شقتين مثلا، وان السي اي ده بني ادم بيلعب دي جي كانها دي جي، وال 24 دي مثلا بيلعب دي جي 24 ساعه، فجاره تي تحت قال اي. الفيلم اللي عملته ده في الاول بيبقى صعب تكوينه، لكن مجرد ما تخيلته هتسمع بالطريقه دي. بدل ما تسمع القانون زي ما هو، هيفتكر الفيلم في دماغك. السي اي بني ادم سي اي بيلعب دي جي 24 ساعه، فالتي قالت اي. بعد فيديو امبارح والنهارده تقدر تذاكر